وين العطر والمسبحة كتب كلماتها الشاعر أخوكم الشاعر أبو شاب الخبجي يرسلها ويهديها إلى زميله العزيز أبو مهران، يستمع إلى البدء ثم إلى الجواب. هندسة وإخراج وإشراف المهندس هشام محمد عمصر الكوماني. تسجيلات الكوماني. يا مهران كيف الخبر؟ قل لي وجهي الفاتحة، قل لي وين جا المعتمر، وين حقي المسبحة. أبو مهران رجع العسل، قل لي كيف بسامحة، أنا كنت له منتظر، وين الباص يطرح. والحين ركبوني متر اللي جله واللي روح مهران الوليد العسل، اللي كنت امتحن وانصحه. ايوه انا كنت له منتظر، وين البعص يطرح، وين ركبوني متر ذي جله وذي روح. مهران الوليد العسل ذي كنت امدح وانصح، ذي ما فادنا ما يضر، يا كوده بصر مطرح. مسكين لا عند الاسد والنمر، لا عند امك الصالحه، اذا الحين قل لابوك يعتصر بالمفتوح باصالحه. اذا الحين قل لابوك يعتصر بالمفتوح باصالحه، يلحقني جانا وقت واخر عمر فوق البير يا قادحه. إذا الحين قل لابوك يعتصر بالمفتوح باصالح، جانا وقت واخر عمر فوق البير يا قادح. جانا وقت واخر عمر فوق البير يا قادح، جانا المهدي المنتظر للجولة يجي صايح. راس المستمع ينفجر من مطور ابو مروحه، لا حجب المهندس طمر، لا رده ولا صلحه. راس المستمع ينفجر من مطور ابو مروحه، لا حجب المهندس طمر، لا رده ولا صلحه. لا عشي معك سوق زر، قفل الباب ولا بتحب، ولا التيت ذي مختبر، في والنحو في البحبحه، في صوته دوام سهر، يسعد نفسي الضابحه، وانا للرجال منتظر من كلماتك الجارحة. أبو مهران قال الحذر، وإليكم الجواب على الزميل الصديق الغالي الشاعر أبو شهاب نصر الدين الخبجي، بحضور محمد أحمد وأحمد علي البزي. حي الشاعر المعتبر وذا الشمخ الناطحة، حي أبو شهاب الأقر ما نكتب في الصفحة، ذي صوته ظهر واشتهر في شلة الكاسعة، ذي لوم ومال الذكر يوم محجب صارحة، ليته بالحروف اعتبر في عطره وبالمسبحة. أبو مهران قال الحذر والمرسول لا روحه. أبو مهران قال الحذر والمرسول لا روحه، ادري بنشر عليه الكفن، قال مدري مناش اللحى، مدري صدق ولا
فشل لجل القول ذا يشرحه فبيته علينا دفر في كلمات متسلحة. أما في الأسد والنمر عد نفسي ترى طامحة ما انتهى عديم البصر نارك واقد الشاوحة. أما في الأسد والنمر عد نفسي ترى طامحة ما انتهى عديم البصر نارك واقد الشاوحة. هذا فصل بالمختصر مزحة تم بالقرحة ولا يا رفيق العمر ما شبهنا مصلحة. بالله قدرك باك شامخ عصر هو عارف فين مطرحه سادس اخت معنا فتر ذقنا العذب والملحة. أما الفصل ذي قد ذكر كبد منهكة طافعة لا عصوت لا عصور لا عطعم لا. أما الفصل ذي قد ذكر كبد منهكة طافعة لا عصوت لا عصور لا عطعم لا رايحة. منهجت هجوسه شعر عبر انغامه الجارحة العقل والتعب واعتبر خلى دمعته سارحة. يا حكم القضاء والقدر ما المكتوب في الصافحة بكيت حنين الوتر من نبراته النافعة. يا حكم القضاء والقدر ما المكتوب في الصافحة بكيت رنين الوتر في نبراته النافعة. بات المستمع في خطر بعد الونس والبحبحة قد كان فوق سطح القمر جاه ذوق ذي طيحة. صلينا ختام الخبر ما يقرأ في الفاتحة عن المختار سيد البشر ما البارق لا معليحة ما البارق لا معليحة.